وضمن النشاط الوزاري دائما وخلال زيارة عمل وتفقد للمدية، طلب وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان طلب الشركات المنجزة للطريق السيار شمال جنوب في شطره الرابط بين الشفة وبوغزول باحترام آجال التسليم لتخفيف الضغط على الطريق القديم، كما عين مشروع السكة الحديدية تيسمسيلت بوغزول المسيلة. المتابعة لحمزة أحمد بالقسام. رغم التضاريس الصعبة التي تتميز بها منطقة الشفة، إلا أن نسبة الأشغال على مستوى الطريق السيار شمال جنوب العابر للصحراء بين الشفة وبوغزول على طول 175 كيلومتر تعرف تقدما للأشغال بنسبة 71%، حيث أكد الوزير على أهمية تسريع وتيرة إنجاز المنشآت الفنية وفتح الفروع المنتهية أمام حركة المرور. خذينا إجراءات اليوم مع المؤسسات، صححنا بعض الأشياء حتى مع نهاية سنة 2017 نستلم المشروع. ما يبقى لنا غير الشطر اللي في مدخل مدينة المدية مع بداية الشفة، مع بداية الشفة اللي يبقى إلى غاية 31 مارس 2018. ثم هذا راح يعزز المخطط التوجيهي نتاع البلاد نتاعنا اللي مدرج في اطار برنامج فخامه رئيس الجمهوريه اللي يقسم ليربط شمال الطريق الشرقي لينطلق من سكيكدا الى غايه جنة طريق التصيلي، والغرب طريق الوطني رقم 6 ما بين سيك بمعسكر يربطها الى غايه برج باجي مختار، ثم الطريق هذا الحيوي الشريان الحيوي المحور الحيوي اللي يربط جزائر العاصمه بجنوب. خط السكة الحديدية المكهرب الجديد الرابط بين المسيلة وتسمسيلت مرورا ببوغزول على طول 282 كيلومتر مشروع هام تفوق نسبة الأشغال به 80%. 2300 كيلومتر هي طور الإنجاز، يعني باستلام برنامج كامل راح يعود عندنا 7200 كيلومتر تاع سكة الحديدية. واليوم وقفنا على هذا المشروع الهام. هام لماذا؟ لأنه يأتي يربط كل الهضاب بالحدود التونسية شرقا من تبسة إلى الغرب. هذا المشروع خذينا فيه إجراءات على أن يستلم إن شاء الله مع سبتمبر، مطلع سبتمبر 2018. مشاريع ضخمة من شأنها المساهمة في الحراك الاقتصادي والتجاري الذي تشهده الجزائر، خاصة وأن طريق السيار شمال جنوب سيتم ربطه بميناء الوسط بشرشال.